التجميل بقى مهم جدا في حياتنا، يعني زي التليفون اللي احنا بنمسكه، لو ما عملناش دايما ابديت للتليفون وجبنا احدث تليفونات حياتنا بتقف. فانت لما تحتفظ بشكلك الجميل بيترتب عليه حاجات كتير قوي، بتبقى ناجح في شغلك، ناجح في علاقاتك في بيتك مع اولادك، عندك ثقه بنفسك. فاحنا التجميل ده بقاش رفاهيه بالنسبه لي، انا شايفه ان هو ما بقاش رفاهيه، طالما بقى شيء الواحد بيشتغل في مكان في احتياج مع الناس. تمام. ده لازم يبقى كواجهة او دلوقتي الموضوع اختلف كمان، دلوقتي الناس كلها عندها القدرة انها تطلع تبقى على السوشيال ميديا بالظبط، يوصل لاكبر عدد من الناس. فده هو ده الموضة دلوقتي ان انت فواحد هيطلع على السوشيال ميديا لازم يبقى شكله متظبط، بلوجر، انفلونسر، مش عارف، مش شرط يبقى مذيع او ممثل. لو حتى في ناس لما بتروح تعمل حتى في شركات انترفيو بياخدوا برضو الناس اللي هي مهتمة بنفسها حسن المظهر او حسنة المظهر. طول عمرنا بنسمع كده. فالاولوية بتبقى محطوطة كده في شروط التوظيف، مطلوب حسنة المظهر بالنسبة للولاد او والبنات. يعني مثلا في اولاد مثلا، يعني اللهم احفظنا، ممكن يعمل حادثة او يحصل له جرح او اي حاجة، بيقول لي انا كده ما بيبقاش همه الشكل، لا همه انا هسيب شغلي طبعا عشان شغلي ما اقدرش اشتغل في شغلي وانا بالايه اللي هو لو عنده تعويره في وشه وعنده مشكله هسيب شغلي. واحد عايز يلتحق مثلا بعمل معين في شغلانات معينه، لا اول حاجه بيبصوا عليها الفيتشرز او الشكل بتاع الواحد.